اللي قدامك ده من اشهر المعالم الاثريه اللي موجوده في بريطانيا، بيتسمى معبد ستونهنج. معروف عنه ان هو بقايا معبد مجهول بنته شعوب من الاف السنين. السؤال بقى، مين الشعوب دي؟ وهل هم عاملين حضاره اقدم من الحضاره المصريه القديمه ولا ايه الحكايه؟ خليني اقول لك ان في جزيره مالطا تحت الارض في متاهات من الغرف السريه عمرها الاف السنين، وظواهر غريبه جدا بتحصل هناك، حاجات تخليك تسال نفسك هو احنا فعلا عارفين تاريخنا كله ولا في حلقات مفقوده؟ تخيل معايا كده ان في انفاق محفوره بدقه غريبه جدا، جدرانها ملساء متصممه بشكل يخلي الصوت يتردد بطريقه غامضه، وفي ناس بتقول انها سمعت اصوات بتيجي من جوه الانفاق دي. والاغرب من الاصوات الغرف السريه اللي موجوده تحت الارض، لان كلها علامات ورموز عمرها الاف السنين ولسه ما اتفسرتش، محدش فاهم منها حاجه. بعضها على شكل حلزوني كانها بتشير يا اما للسماء يا اما لطرق تحت الارض. العلماء دايما بيتسالوا مين اللي بنى ده كله وازاي اصلا بناه وايه الهدف من الانشاء بتاعه، لان الادوات اللي كانت متاحه في الوقت ده مستحيل تكون عندها القدره انها تبني اشياء بهذه الدقه وهذه البراعه. ومن هنا ظهرت نظريه بتقول انها ممكن تكون بقايا حضاره متقدمه جدا بس ضاعت من الاف السنين. لكن الاكثر اثاره للرعب في كل اللي انا قلته ان في انفاق مفقودة وأماكن كل العالم بيمنع إن أي حد يدخلها، واللي حاول إن هو يدخلها ما طلعش تاني. وفي حالات متسجلة لناس اتسللت ودخلت وانقطعت أخبارها. واحد بقى يقول لي إيه علاقة كل الغرف والأنفاق اللي موجودة في مالطا دي بمعبد ستونهنج اللي موجود في إنجلترا؟ هقول له إن معبد ستونهنج اللي موجود في إنجلترا بيتكون من بقايا حجرية منقولة من مالطا لحد إنجلترا. ويمكن ده ياخدنا لسؤال أغرب، هي اتنقلت إزاي؟ قول لي أنت رأيك في التعليقات، ممكن تكون اتنقلت إزاي؟ طلع محمود صلاح اللي جواك. شفت ان الجغرافيا عالم كبير جدا مش مجرد منهج بس، شفت ان انا اقدر احول لك الماده العلميه لحكايه ممتعه وتستفيد منها. طب يلا سلام.